الدنيا دي غريبة قوي، مش بنعرف بقيمة الحاجة غير لما بتضيع مننا. مثلا زي لما بيبقوا اتنين متجوزين ودايما بينهم خلافات ومشاكل وقواضي، وهي طول الوقت مقضية عند أهلها، وأول ما يموت في جنازته تقعد تصرخ، تشد في شعرها، تضرب على وشها، عايزة تنزل معها القبر تدفن. وهتسيبني لمين؟ ومش هتسيبني لمين؟ هيسيبك لمين يعني؟ هيسيبك لربنا. طب الكلام ده ما قلتلهوش ليه وهو عايش؟ هو انا اللي كنت سبب المشاكل والخلافات؟ يعني طلعت انا في الاخر اللي وحشة؟ هو بالعكس، لما هي تموت ما كانش فيه احلى منها، ما كانش فيه اطيب منها، وهي كانت طول الوقت عند اهلها. انا برضه اللي كنت عاملة المشاكل، انا اللي كنت سبب الخلافات. دنيا غريبة، مش بنعرف بالحاجة غير لما بتضيع مننا. كنت شفت فيديو لواحد امريكاني عجبني كلماته كانت قليلة، هقولها لكم باختصار. قال ايه في الفيديو؟ قال انا مش عايز حد يعيط عليا وينزل دموع بعد ما اموت وتقولوا عليا كنت راجل طيب. طب ما تيجوا تقولوا لي ان انت طيب وانا عايش، فرحوني بكلماتكم. مش عايز بعد ما اموت تودع على قبري ورد، هاتولي الورد وانا عايش، فرحوني. عجبتني كلمته جدا، فعلا كلمته عجبتني. مش بنعرف بقيمة الحاجة غير لما بتضيع مننا، صح ولا لأ؟